بيبي ماكوين كان تايه في مكان ما في الصحراء دي. يلا نشوف الفيديو اللي لقيته. مش عارف يا جماعة إذا كان ده حقيقي ولا لا، بس ده ماكوين الحقيقي، دي سالي وده بيبي ماكوين. هم ماشيين مع بعض في المدينة، بس بعدين بيبي ماكوين بقى لوحده. هو مش تايه جوه الصحراء اللي احنا فيها دلوقتي، هو كان تايه في مكان هنا، وبعدين هو راح للغابة ودلوقتي هو لوحده. يعني هو محتاج مساعدتنا. أنا مش عارف إذا كان ده حقيقي ولا لا. إذا كان بيبي ماكوين فعلا موجود، بس لازم نساعده، لازم نعرف الحقيقة. يلا بينا. لو كل ده مش تمثيل، بيبي ماكوين الصغير محتاج مساعدتنا ولازم ندور عليه في كل الصحراء دي، وأنا هستخدم العجلة بتاعتي عشان أعمل كده. يلا نروح ننقذ بيبي ماكوين. الوقت ضيق جدا جدا فلازم نسرع. تمام، يلا نروح هناك. شافوا ماكوين في مكان هناك في الصحراء دي، لازم ندور في كل حتة. ماكوين الصغير ممكن يكون محتاج مساعدتنا. كان في مكان هناك. هي استنى، ايه ده؟ انا شايف اجزاء لونها احمر. ايوه هو ده. واو، احنا لقينا حاجة يا جماعة. ايه ده؟ استنوا، دي حاجة حمراء وشكلها زي كبوت عربية صغير. يا جماعة مكتوب عليها راست ايز، يعني ده كبوت عربية من بيبي ماكوين. يلا نشوف شكلها في الحقيقة واحنا لقينا ايه. كل الفيديوهات دي شكلها مش مزيفة، ممكن تكون حقيقية. يعني انا كنت صح. بيبي ماكوين كان تايه في مكان ما في الصحراء دي. يلا نكمل ندور لاني شايف جزء تاني هنا. يا نهار ابيض، لا، ده شكله سبويلر زي ظهر بيبي ماكوين. يعني لقينا الجزء الأمامي وجزء الظهر. يعني كده بيبي ماكوين اتقسم لقطع. لازم نكمل ندور. بيبي ماكوين كان هنا. وإيه ده؟ يا نهار أبيض يا جماعة، بصوا ده جزء تاني نور بيبي هنا. مستحيل، دي عجلة، دي العجلة الأمامية لبيبي ماكوين. لسبب ما بيبي ماكوين بعد ما ضاع اتقسم لقطع، يعني ممكن يكون مات. لازم نسرع ونلاقيه عشان لازم نساعده. عندي فكرة، أقدر أشغل الدرون الطيارة بتاعتي. هستخدم العجلة بتاعتي عشان أطلع مكان عالي وألاقي أعلى نقطة أشغل منها الدرون بتاعتي. يلا بينا نعمل كده دلوقتي يا جماعة. يلا بينا. دلوقتي احنا في اعلى نقطة واقدر اطلق الدرون الطاير بتاعي عشان الاقي بيبي ماكوين باسرع وقت ممكن. يلا نعمل كده حالا، يلا نلاقي بيبي ماكوين. يلا بينا نطير. دلوقتي احنا بنستكشف الصحراء اللي شافوا فيها بيبي ماكوين، بس حاليا مش شايف اي حاجة يا جماعة. يلا نتحرك شوية لقدام. دلوقتي الصحراء اتحولت لغابة كثيفة وانا شايف حاجة حمراء. يا ترى ده بيبي ماكوين؟ يلا نقرب اكتر. يا جماعة بصوا، ده مش بيبي ماكوين، ده لايتنينج ماكوين الحقيقي. لازم نروح له ونلاقيه عشان بصوا يا جماعة عنده عجلة مكسورة بعد الحادثة. لازم نسرع، لازم نروح للايتنينج ماكوين الحقيقي ونسأله فين بيبي ماكوين. يلا بينا. أنا متأكد. يا نهار أبيض، ده مش معقول يا جماعة، ده لايتنينج ماكوين الحقيقي واحنا لقيناه. أنا كنت فاكر إن كل ده مش حقيقي، كنت فاكر إن كل ده تمثيل. لايتنينج حقيقي في الحياة الواقعية. هو عايش؟ ده أكيد مش ذكاء اصطناعي ولا حاد. لو هو عايش فعلا، ازاي كل ده ممكن يحصل؟ يلا بينا نقرب يا جماعة. بس أنا مش مصدق إنه حقيقي. هو مش بيتحرك، بس الموضوع غريب جدا. عنده كبوت عربية أصلي وراست إيز وجناح خلفي جميل جدا وجذاب. فعلا شكله زي لايتنينج ماكوين الحقيقي. وبص على العجلة دي بايظة ومقطوعة من العربية دي. كل ده غريب جدا. كنا بندور على بيبي ماكوين لكن لقينا لايتنينج ماكوين الحقيقي، بس لسه مش عارفين ده الحقيقي ولا تقليد. ايه ده؟ الكابوت بتاعي. واو، هو بيتكلم؟ ايوه. انت حقيقي يا ماكوين؟ انت عايش؟ ايوه انا عايش. انا لايتنينج ماكوين. وانت مين؟ وايه اللي جابك هنا؟ ايوه انا سلاف، كنت بدور على بيبي ماكوين هنا، ابنك على ما اظن. ايوه ده ابني. انا كمان كنت بدور عليه هنا، بس بعدين تعرضت لحادثة جامدة. ايوه انا شايف انك متبهدل وانك تعرضت الحادثة، بس احنا ممكن نساعد بعض. انا اقدر اصلحك. تقدر تعمل كده عشاني؟
ده هيكون جميل جدا. تمام، يلا بينا نروح للجراج بتاعي، اقدر اصلح لايتنينج ماكوينز ومع بعض نقدر نلاقي بيبي ماكوين. يلا بينا نبدأ. دلوقتي العجلة بتاعتي والتنينج ماكوين على السطحة بتاعتي، واحنا جاهزين نروح ورشة التصليح، ويلا نعمل ده حالا. جاهز يا ماكوين؟ أكيد، يلا بينا. ده رائع، يلا نكمل. تمام، ايوه يا جماعة، احنا جايين نصلح لايتنينج ماكوين الحقيقي. جاهز يا صاحبي؟ أنا أكتر من جاهز. ده رائع، دي الورشة بتاعتي، يلا نروح هناك. طيب يا جماعة، جاهزين نصلح لايتنينج ماكوين الحقيقي؟ بجد؟ أكيد أنا جاهز. ماشي، بس أنا ما عنديش خبرة في تصليح عربية من النوع ده، فخلينا نحاول نعرف إزاي بيتعمل كده. معانا هنا شوية قطع غيار وهنستخدمهم عشان نصلح لايتنينج ماكوين الحقيقي. بص على لايتنينج ده اللي عليه رقم 95. بس يا جماعة لازم نسرع شوية. أيوة، لازم نسرع عشان ننقذ بيبي ماكوين، عشان أنقذ ابني. ايوه، لايتنينج عنده حق، لازم ننقذ بيبي ماكوين في اسرع وقت ممكن. لازم نصلح ده، وحنستخدم الادوات اللي ممكن نلاقيها في الورشه المميزه دي، لانه هنا عندنا ادوات مميزه ممكن نستخدمها عشان نصلح لايتنينج ماكوين، وكمان نقدر نشوف صوره ماكوين هنا. وبص، دي صورة جميلة جدا لماكوين وسالي. وهنا لايتنينج ماكوين الصغير اللي لازم ننقذه. بس يا جماعة، أنا لسه مش عارف إزاي أصلح النوع ده من العربيات الرياضية، بس يمكن ميتر يقدر يساعدنا نصلح لايتنينج ماكوين. يلا بينا ننادي عليه عشان يساعدنا. أهلا يا شريك، محتاج مساعدة ميتر؟ أيوة يا ميتر، محتاج مساعدتك عشان نصلح ماكوين. تمام، أول حاجة هترفعهم بالحاجة اللي على الأرض دي. تمام، يلا نمسك الحاجة دي دلوقتي. يلا نرفع لايتنينج ماكوين دلوقتي. تمام ميتر، نعمل ايه بعد كده؟ ودلوقتي بس ركب له عجلاته الجديدة يا شريك، خلصها. فهمت، يلا نلبسها. تمام، ايه اللي بعد كده؟ دلوقتي محتاجين نصلح كام عجلة. كويس، شايف الصندوق ده؟ اختار أي أداة وخلص الشغل. تمام، فهمت. أظن دي الأداة الصح عشان أركب العجلة تاني، عشان شكلها حلو، لونها أصفر وعليها رقم 95 هنا. بس استنى، لا، مش شغالة، مش بتناسب لسبب ما. يلا نرجع لماتر ونسأله. طيب يا شريك، قدرت تصلح شوية عجلات؟ لا يا ماتر، ما نجحتش، استخدمت الأدوات الغلط. اختار ايه؟ يا ساتر. طيب جرب الأداة الفخمة دي اللي هنا. تقصد الحاجة دي؟ أيوة يا أخي. أيوة فعلا، شكلها حلو وكمان لونها أحمر، يعني رياضية. يلا نصلحه. أول حاجة هنحط الصواميل دي هنا، وبعدين هنستخدم الونش الكهربائي ده. ودلوقتي خلصنا، هو في مكانه. طيب جاهزين نمشي دلوقتي؟ لا يا راجل، طبعا لا، لسه لازم تشحنني. تمام، يلا نشحنك يا لايتنينج ماكوين. طيب يلا نشوف ايه اللي مستخبي تحت كبوت لايتنينج ماكوين. واو، موتور كبير وقوي كده. بس لازم نشحن البطارية الأول، وهنركب دي هنا، دي بتتحط هنا، ودي بتتحط هنا. ودلوقتي لازم نجيب شوية كهرباء، والأسلاك دي تتحط هنا وهنا، وبعدين يلا نشغلها. واو، هو فعلا بيشحن. طيب نقدر نروح دلوقتي ننقذ بيبي ماكوين؟ لا سلاف، مش حاسس اني جاهز اروح. تعال نسأل ميتر آخر مرة، إيه كمان المفروض نعمله؟ يا ميتر، إحنا عملنا كل حاجة، المفروض نعمل إيه بعد كده؟ طيب يا شريك، غيرتوا الزيت؟ تغيير الزيت؟ طبعا، يلا بينا، يلا يبقى مش محتاجين ده تاني. وهنحط شوية زيت هنا كده وكده. احنا بنصب شوية زيت جديد في لايتنينج ماكوين السريع كده. خلاص، ينفع نروح دلوقتي ننقذ بيبي ماكوين؟ ايوه، دلوقتي انا جاهز، اسرع من السريع واسرع من البرق. ايوه كده، احنا بنتكلم صح. يلا بينا ندور عليه. يا جماعة دلوقتي أخيراً إحنا جاهزين ننقذ بيبي ماكوين، بس الأول لازم نلاقيه. جاهزين؟ طبعاً. تمام، أنا كمان جاهز. يلا بينا. أيوة، يلا بينا، يلا ننقذ بيبي ماكوين.
تمام، يلا نكمل، لأنه آخر إشارة من بيبي ماكوين كانت في المكان ده ولازم ندور عليه، صح؟ أيوة، يلا نفتش المنطقة. ايوه يلا نكمل ندور. هو كان قريب من هنا يا جماعة. بصوا، ايه ده كمان عجلة. دي عجلة بيبي ماكوين اللي شفناها قبل كده، ودي كمان واحدة تانية، يعني ده دليل تاني ان بيبي ماكوين في خطر كبير، فاهم كده يا لايتنينج؟ يا نهار أبيض، دي مصيبة كبيرة. ايوه دي فعلا مصيبة كبيرة جدا جدا. بس بص، ايه ده؟ نوع من العشب ومغطي بالزيت، آلات زيت، ريحته وحشة قوي. بس ايه اللي كان بيعمله بيبي ماكوين هنا في الحقل ده؟ كل المنطقة دي منطقة إنتاج، هنا بس الجرارات والحصادات اللي شغالة. هي بس ايه الحاجة دي؟ زيت لمين؟ زيت فرانك ده حصاده. بس بيبي ماكوين بيخاف من فرانك جدا عشان هو مرعب. شايف العشب ده فرانك هو اللي بينتجه. دلوقتي لقيناه على بقايا بيبي ماكوين، فممكن يكون مات بسبب فرانك. يمكن فرانك أكل بيبي ماكوين أو مش عارف. يا جماعة دلوقتي ما عندناش وقت، ماكوين لازم نستخدم الدرون بتاعي عشان نلاقي البيبي. يلا نطلق الدرون دلوقتي، هنشوف من فوق. أكيد. دلوقتي أنا شايف الحقل كله من فوق، بس مش شايف أي حاجة مريبة دلوقتي. يلا نتحرك شوية ناحية اليمين. يا جماعة بصوا، شايفين ده الجرار فرانك الحصادة، يعني هو فعلا كان هنا. بصوا قد ايه هوضخم ومرعب. اقدر افترض ان بيبي ماكوين كان خايف من فرانك ده، فممكن يكون مستخبي قريب من هنا. يلا نكمل ندور، يلا نكمل البحث في الحقل ده يا جماعة. في حاجة حمرة مستخبية في نص الحقل ده. في مكان هناك يا جماعة، ده ممكن يكون لايتنينج، ده ممكن يكون بيبي ماكوين. يلا نجري وننقذه، يلا بينا. بصوا ده هو، لقيناه. يا نهار أبيض، انت كويس يا بيبي ماكوين؟ كنت في خطر. لقيناه. ويا جماعة كل الفيديوهات دي كانت حقيقية. يلا نرجعه لأبوه دلوقتي. يا لايتنينج تعال شوف أنا لقيت إيه. يا إلهي، بيبي ماكوين، وأنا هرجعه لك. شكرا جزيلا يا سلاف. العفو يا لايتنينج ماكوين، والعفو يا بيبي ماكوين. يا جماعة أنا لسه مش مصدق عيني، كل ده بيحصل في الحقيقة. دلوقتي الأب وابنه مع بعض، وانت هتدوس لايك عشان كده. لو لسه بتتفرج ما تنساش تشترك دلوقتي حالا. لو عايز تشوف مغامرات أكتر زي دي اشترك في قناتي لو سمحت. أنا عندي حلم أوصل ل5 مليون مشترك، ده حلم المهم جدا جدا. اسمي سلاف وأنا بعمل أحسن مغامرات ليكم، وانت بس اديني اشتراك ماشي؟ اشوفكم قريب، والف شكر لكم على متابعتكم للمغامرة الجامدة دي.